المرضى ما بيقدروش يميزوا، لكن الطبيب لازم يكون عارف. العظام بنلجأ لهم امتى؟ طبيب العظام زميلنا بنلجأ له اذا حد واقع، اذا حد مخبوط، اذا حد رجله اتلوحت، ركبته اتكسرت، عمل حادثه، اي حاجه من دول لازم اروح لطبيب العظام. حتى لو جالي العياده من بره بقول له انت مخبوط، طب خلاص روح لدكتور العظام. انت وقعت، ركبتك طقت، اي حاجه من دي انت تبع دكتور العظام. مم. اما اذا انا صحيت من النوم لقيت ايدي او رجلي او اي مفصل وارم وبيوجعني، ده تبع تخصص الروماتيزم، ملوش اي علاقه بطبيب العظام. ما ده يكونش بقى، في اي حاجه حصلت قبلها، يعني زي ما حضرتك قلت، ولا حادثه ولا وقعه ولا. ما هو احيانا يتخيل، مم. يقول ان انا اتخبط. امبارح وقفت كتير في وقفت المطبخ فعشان كده كتير، ركبتي ورمه. ساعات الستات بيقولوا كده، انا صحيح. امبارح وقفت كتير في المطبخ اه. فركبتي تعبت من كده. ماشي، يوم يومين ثلاثة أربعة، إذا الموضوع ما بيتلحقش وما تعرفش، لا يبقى ده حاجة روماتيزمية، يبقى لازم نروح لدكتور الروماتيزم، هو اللي هيقدر يشخص حالتك ويديلك العلاج بدري. لأن احنا كتير بنشوف مرضى اتأخروا بسبب بالظبط. ان هم راحوا لحد غير متخصص، بدأ يديلهم ادوية مش مظبوطة، نرجع بعد ما تحصل المشكلة ما نقدرش نرجعها. ولما بيجي المريض باعوجاج في مفاصله بيبقى زعلان جدا لما يقول هترجع ولا مش هترجع، لان اجابتنا دايما بتقول ان احنا لازم نلحقك بدري قبل ما يحصل الاعوجاج، يوم ما يحصلش الاعوجاج. اما لو حصل فاحنا ما بنقدرش نرجعه.